السلام عليكم، مرحبا بكم حبوباتي غالياتي في وسطنا لنهار اليوم جد طلع عليكم ونحل ايامكم بكروكي الشوكولا. قوة في البنة يا البنات، يجيكم مطرية خفيفة شي يذوب في اليد قبل الفم. بسم الله ما شاء الله. شوفوا في البداية تاع الفيديو وريت لكم كيفاش يخرج باش كي تبغي لاغوسيت تاعي تخرج لك ناجحة من اول تجربة باذن الله. تبعي برك الفيديو حتى التالي باش هكا ما تروح لك حتى خطوة ان شاء الله. كما عودتكم نبداو بسم الله وصلوا على المصطفى رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. ان شاء الله تلقاكم هذه لا فيديو بخير وعلى خير متهنين يا ربي. اذا هذا راك تشوفي حبيبتي في الفيديو تاعي مازال ما تضغطي على زر الاشتراك، ماذا بيك تضغطي عليه وتفرحينا بجنب شباب كيما نتيا وكومنتير على الوصفه. اكيد اول حاجه بديت بها هنايا جبت الريسيبيو تاعي، درت فيه 2 حبات بيض بدرجه حراره الغرفه، زدت عليهم هنايا كاس الى ربع تاع السكر عادي حبيبات، زدت عليهم رشه تاع الملح ونزيد معاهم مغرف صغيره تكون معمره تاع الفانيليا. وهنايا نستعملوا الباتير، اذا عندك ديريه، اذا ما عندكش ديري الفوي ولا تقدري تخدمي بيدك. المهم هنايا حاولي تذوبي هذاك السكر برك. بعد ما ذوبت هذاك السكر بالباتير، هنايا الكميه تاع الزيت انا استعملت كاس ناقص اصبع تاع الزيت، ونزيده هنايا غير بالتدريج مع التحريك المستمر بالباتير. هنا بعد ما كملت كامل هذاك التحريك المستمر تاع الزيت غادي نزيد هنايا الكاكاو، زدت 2 مغارف كبار يكونوا معمرين تاع الكاكاو. حاولوا تخيروا نوعيه تكون مليحه تاع الكاكاو باش هكا الحلوه تاعكم تجيكم بنينه. من بعد زدت عليها هنايا العنصر الاساسي واللي هو اللحظه ولا الحليب المجفف، زدت معها 2 مغارف يكونوا كبار معمرين، هي اللي غادي تخلي الكروكي تاعكم يجيكم طري وهشيش. من بعد هنايا حركتهم بالباتير ومن بعد كملت خلطتهم. وهنايا غادي نحي الباتير ونكمل نلم العجينه بيدي. جبت هنايا الفارينه هنا كامل ادات لي 4 كيسان الا ربع. من بعد زدت معاه هنايا وحده خماره تاع الحلوى. شحال استعملت كيس ونصف خميره الحلوى. هنا كاين اللي تبغي دير 2 تبقى عندك، انا استعملت غير كيس ونصف تكفي. من بعد هنايا لميت كامل العجينه تاعي كيما راكم تشوفوا، خلوها تكون طريه تتلاصق باش هكا الكروكي تاعكم يجيكم هشيش. وهنايا غادي نقسمها على 4، انا استعملت 4 تاع الحربوش. صافي هذه الكميه تخرج لك كميه ما شاء الله. من بعد هنايا غادي نسقم كل حربوش واحده هنايا، وجبت المول تاعي درت فيه ورقه طهي وغادي نحط كامل هذا الحربوش اللي نخدمه نحطه في المول ونزيد نسقدهم من بعد كيما راكم تشوفوا. هذه هي هنايا باللي يديك غير بشويه تاع الزيت باش هكا ما تلصقلكش العجينه في يدك عفوا. هذه هي. من بعد هنايا نبقى نبسط فيهم، كاين اللي تبغي الكروكي تاعها يجيها خشين وكاين اللي تبغيه يجيها شويه ناقص. انا هنايا ما بغيتش يجي خشين بزاف، على هذاك بسطتهم شويه زياده. وفي هذه الخطوه تكونوا شعلتوا الفور تاعكم يسخن باش كي ديروا الكروكي تاعكم يطيب لكم بالخف، ما يشدكمش في الوقت بزاف. وهذه هي النتيجة بعد ما دخلتهم للفور. خليهم يطيبوا ونزيد نعطيهم تحميرة خفيفة من الفوق باش هكا ما يبقالكمش معجن. خلوه برك يبرد لكم شوية من بعد باش كي تبغوا تقسموه تخليش يبرد كامل في القسيم تاعك، تبغي تقسمي باش ما يتقسمش معاك وتفسد لك الوصفة. شوفي هنا بعد ما كملتهم كامل دخلتهم هنا طابوا، شوفوا كيفاش يطيبوا بسم الله ما شاء الله. وهنايا تبقى في التزيين تبقى اختياري، كيما انا هنايا قلاصيتهم بالشوكولا بعد ما ذوبتها وزدت لها شويه تاع الزيت. هنايا غادي نجيب البانسو ونقلاصيها كامل. وهنايا تبقى اختياريه شو تبغي تزيدي معاها كاضافه. زدت معاها كاوكاو ايفيلي. هذه هي الوصفه، بسلامه.